من حوالي سنتين اتعرفت في مصر بالعربيات الماليبو، لان انا حبيت العربيه دي جدا، والعربيه كان سعرها رخيص وكان فيها فرق سعر عن مصر كان بيوصل لنص مليون جنيه. فالنهارده بقى انا بدات ان انا اغير وابقى عمرو هوندا او عمرو سيفيك، لان انا هبدا اتشهر بسيفيك الايام الجايه دي. النهارده معانا عربيتين هوندا سيفيك موديل 2022، دي الفئه الاولى ودي الفئه الثانيه، مع اختلاف ان دي هاتشباك وان دي سيدان. هفرجك على شكل العربيتين. الف مبروك للعملاء بتوعهم. العربيات دي نازله للعميل بتاعه، كل عربيه نازله لعاملها في مصر تحت باب البيت. يعني العربيه شامل الشحن والتصليح والمبادره والتوصيل لحد تحت باب البيت، شامل كل حاجه. الف مبروك صاحب العربيه. دي اسمها سبورت باك او هاتش باك، يعني شوف اللي انت عايز تقوله قوله. ودي السيدان العاديه. الفرق ما بين الاثنين في شويه حاجات بسيطه، يعني مثلا زي كراسي الجلد، فرش الجلد، كراسي الكهرباء، الاثنين فيهم فتحه سقف، وكل انظمه الثبات والامان. طبعا انا عارف ان العربيات مش احسن حاجه دلوقتي علشان المكان اللي احنا فيه، فانت لازم تقدر حاجه زي كده. الف مبروك لاصحاب العربيات. العربيات دي نازله على مبادره المغتربين بالخارج. عندي واحده زي دي، خبطتها بسيطه، خبطتها مش جامده، مش فاتحه ايرباجات. كل العربيات دي وارد امريكا بتيجي بيبقى فيها حوادث او خبطات بسيطه، فتحه سقف. العربيه دي ماشيه 40,000 كيلو والعربيه دي ماشيه 60,000 كيلو. وتعالى اوريك الاموره دي من جوه، لان بصراحه لونها جميل جدا جدا. يعني الف مبروك لصاحبها، ربنا يديه خيرها ويكفيه شرها. وادي الميداليه. تكييف العربيه روعه، فيها كل الاوبشن اللي انت ممكن تكون محتاجه. يعني عندك مثلا اللين اسيست، عندك الفرمله المفاجاه، عندك الهوندا سينسينج، كل الاوبشن موجود في العربيه. هنا ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عندك هنا شاحن وايرلس، تسخين كراسي، بصمه وستارت انجن، هاند بريك كهرباء، اوتو هولد، درايف مود لو انت عايز تخلي العربيه على السبورت مود او النورمال او الايكو. صراحه انا شايف ان الاوبشن بشكل العربيه الداخلي مش هتلاقي احسن من كده في السعر ده. سعر العربيه دي يتراوح ما بين 1,250,000 جنيه لحد تحت باب بيتك لحد 1,500,000 جنيه. ولعلمك السيفيك الموديل الشكل اللي قبل ده، يعني الشكل اللي قبل الشكل اللي معايا ده، بيتباع في مصر بالارقام دي وباكتر من كده. عايز اي عربيه من العربيات دي او اي عربيه ثانيه، هتلاقي ارقام شركتي تحت في الكومنتات. شكرا، سلام عليكم.